وكاين واحد القنبله اللي هي جايه. واش تعرف بان هذا حلم؟ واش كتعرف بان هذا الحلم غادي نعيشوه غير واحد الشهور وغادي نفيقوا، غادي نلقاو راسنا قدام واحد القنبله. انا نبعت هذا الحلم هذا، عرفتي شحال بعت فيه للمواطنين، والمواطنين كيسمعوا لي كيثيقوا بيا، وانا صادق وانا كنتكلم معاهم، كنقول لهم هذا الحلم الا مشى تتحقق ولا مولناه ونجحنا في التمويل ديالو راه حنا ميريكان ما توصلناش، ميريكان غتغير منا الا نجحنا في هذا المشروع هذا، والله ما عندها. قال لك زماننا كأهله وأهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم إلى الورى، القرد سيد المجلس والليث جالس وراء. سي أزامي سلي عندك سوابق في الأرقام، عندك فكرة؟ عندي سوابق غير الأرقام. لا محمد وزين تيهضر معايا بحال كنعرفو هادي 30 عام وانا عمري هضرت معاه، واللسان عنده لوك 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 كيطير. قلت له تنصاب في التليفون. يعني غير صبروا معايا وما تكرهونيش. انا كنتسائل علاش المسؤول كيسمح لنفسه واش ما عندهمش النفس؟ قولوا لي نتوما اللي سياسيين وكنتم في مناصب المسؤوليه، كيفاش تقبلوا المواطن يقول لك انت فاسد؟ الشفار الفاسد كلهم شفاره كلهم. علاش ما ندعيش؟ خصني نكون حاط بين عينيا مصلحه البلد والمواطن، ماشي داك المصلحه المزيفه ديال هادشي راه كنديرو حنا من اجل البلاد. لكن انا راه ما عمري شفت في حياتي كيف الشارع غيدير معارضه. وتخيلوا معايا 45 ولا 50% الاميين غيديروا معارضه. كي غتكون المعارضه في الشوارع؟ يعني سي لو كاو. تعدينا الخياس ديال الحماق. زواج السلطه والمال، هذا هو لو طابو اللي ما كيهضر عليه حد. كاين شي واحد يهضر على صاحب الملك. النص اللي كان خص ادريس يقولوا هو انهم اللي قررت الحكومه ديالهم يصلحوا المقاصه ويحرروا السوق ديال المحروقات. قالوا بان الثمن ديالنا غادي يتباع نزول الهبوط ديال البرميل على المستوى العالمي. هذا كان شرط توقيفي، كان شرط جوهري ما تنفذش. وكان صمت الحكومه السابقه اللي فيها السيد عيسى. حنا زوينين، ما بقيناش باغيين شي واحد نقولوا له حنا زوينين. حنا عرفنا راسنا زوينين، بلادنا بصح زوينه وفرضنا راسنا في العالم. ما بقيتش انا جو ني بلو دو فيغ لا دونس دو فونتر. خمسي نبقى نصح انا الاوروبيين دول بعثاء، وكيجيو بعض الجيران سامحهم الله ويستغلوا داك الكلام ويقول لك هالمراركه كيموتوا بالجوع. لا، حنا عندنا مطيشه ب 10 درهم ولكن ما كنموتوش بالجوع. هادشي في السوق تلقى عامره مطيشه. ما عندناش الجوع، اللي عندنا سوء التدبير. ما عندناش الجوع، عندنا المحروقات نفس الثمن والسوق حر. فين الحريه؟ وهما كيتفقوا. شركه التامين سوق حر وهما كلهم بحال الاثمنه بحال البنوك سوق حر وكل شيء. نفس ما مشيتي كلوناج يعني يمشي يشمشم بعينين مغمضين في النصوص القانونيه ديالو غير خليني يدخل. الادخار قهرنا. علاش هذا الغلاء وصلنا له؟ راه بالادخار، راه بالاحتكار اللي هي جريمه كيعرق عليها القانون، واللي كيعطي الحق النصوص القانونيه لمجلس المنافسه باش يتدخل ويحرك الدعوه العموميه ويسحلها على وكيل الملك ويقول لك انا ما عنديش اختصاص. انا بعدا شخصيا نحرت ملي كنطلبوا التواصل ما كاينش تواصل، سكات. وملي ينوضوا يتواصلوا يزبلوها. هذاك الناطق الرسمي بالحكومه باسم الحكومه عطى باب لاي مواطن وقع له تسمم غذائي باش دابا يدعي الحكومه مباشره. علاقه سببيه ثابته في المسؤوليه التقصيريه. قال لك خرجنا بلجان محليه ودازت على 45,000 تاجر. شكون هو التاجر اللي مشينا عنده؟ مول الحانوت. واش مول الحانوت في يديه شي حاجه في هادشي هذا؟ مول الحانوت كتوصلوا مطيشه ب 9 دراهم، علاش ما يبيعش ب 10 دراهم؟ شنو بغيتي بهذا مول الحانوت؟ واش عندنا ذاك الناطق الرسمي بالحكومه خصو يخرج من مجلس الحكومه خصو يدير ذاك البركه. انا ما فهمتش بعدا كيفاش الناطق باسم الحكومه تيخرج فرحان في ذاك خصو يخرج عرقان، خصو يخرج متحطح، كيخرج فرحان. الاسئله
بسيطه اون كاريس دون سونس دو بوال اللي بيني وي وي سون نومبرو وغاديين والعمزين لا خصو يعراق. هي ما فهمتش علاش اعضاء الحكومه بحكومتها عطينا بالظهر وهربا للقدام. واش هربا للور ولا هربا للقدام؟ وكان كانت الحكومه عندها جرأه باش تحيد الضريبه. شنو غيوقع كاع الا تحرنا بهذيك الضريبه ديال البنزين لمده سنه؟ يلا نديروا لها التقييم ديالها ونقيموها مع 100 مليار اللي عطينا ديال المخطط الاخضر وال5 مليار اللي عطينا الاعانه. شحال غادي نخسروا؟ يعني فعاوت لي يواجهوا الناس المواطنين. انا نبغيهم يقولوا لي ودي راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. رحنا تقارنا، رحنا جينا في واحد الحكومه في واحد الظرفيه عالميه استثنائيه، وعندنا عامين ديال الجائحه وعندنا وعندهم نعاونهم انا في الاسباب، وقلنا راه الغالب الله، ولكن حنا غادي نديروا جهدنا. ويبقى استرسال في التدخلات وفي التواصل وفي اللقاءات باش نوصل للمغربي الازمه اللي انا كنعيشها انا كحكومه باش يمكن لي نسير الشأن العام. واحد. جوج، ملي كنطلبوا منهم يتواصلوا ناضوا يتواصلوا. لحسن الحظ ان عندنا ذاك الناطق الرسمي بالحكومه خصو يخرج من مجلس الحكومه خصو يدير ذاك البركه. انا ما فهمتش بعدا كيفاش الناطق باسم الحكومه تيخرج فرحان في ذاك خصو يخرج عرقان، خصو يخرج متحطح، كيخرج فرحان. اسئله بسيطه اون كاريس دون سونس دو بوال اللي بيني وي وي سون نومبرو وغاديين والعمزين. لا خصو يعراق، خص الاسئله الحقيقيه وخص الاجتهاد المسؤول في الصحافه باش يحرجوها بالاسئله الحقيقيه اللي كيعيش المواطن. وحنا كنبقاو غير غاديين في داك الشيء تو فا بيان، والاسئله بسيطه اللي هو تيجاوب هو مرتاح. ولكن جا في اخر خرجه ديالو سيدي تواصلوا معنا قولوا لنا شنو درتوا الازمه الغلاء شنو درتوا؟ قال لك خرجنا بلجان محليه ودازت على 45,000 تاجر. شكون هو التاجر اللي مشينا عنده؟ مول الحانوت. واش مول الحانوت في يديه شي حاجه في هادشي هذا؟ مول الحانوت كتوصلوا ما طيشه ب 9 دراهم، علاش ما يبيعش ب 10 دراهم؟ شنو بغيتي بهذا مول الحانوت؟ واش واحد جوج ويتباهى بارقامه ويقول اننا حررنا 2200 و 2400 محضر مخالفه واتلفنا مئات الاطنان من الحلويات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والتوابل. هادشي هذاك ما تحررش كنا غناكلوه، كنفكرشنا هادشي. والسنوات اللي قبل والشهور اللي قبل راه كنا كناكلوه حيت ما عاد خرجوا يشتغلوا ولقاو هادشي كله. هذا عطاه باب، هذاك الناطق الرسمي بالحكومه باسم الحكومه عطاه باب لاي مواطن وقع له تسمم غذائي باش دابا يدعي الحكومه مباشره علاقه سببيه ثابته في المسؤوليه التقصيريه. لقد انا اصبت بضرر بسبب تقاعسكم وتقصيركم. ها هو الرئيس منطوق الناطق بالرسم باسم الحكومه هو تيقولها. عاد ناضوا اشتغلوا، يعني ملي كانوا ما كيشتغلوش هادشي كله حنا كنا معرضين ليه. اذا حرت انا بعدا شخصيا حرت ملي كنطلبوا التواصل ما كاينش تواصل، سكات. وملي ينوضوا يتواصلوا يزبلوها. واش ما عندهمش مستشارين؟ إذن وصلت لواحد الاستنتاج بسيط جدا، وانا تنقول انا في قلب مني كنبكي في قلب مني، وانا فوقاش الاحزاب السياسيه ملي ما تكونش عندهم الاطر والكفاءات باش يساهموا في الحكومه فوقاش غادي يقدروا يقولوا ما عندنا ما نعطيكم حنا للحكومه. سي جمال ما عندناش اطر، شكرا ما نعطيكم، ما نفهميش حنا. واخا الا سمحتي لي بعدا باش نكمل الجواب ديال سي دريس، لان داك هادشي اللي خصك تكو باش تهضروا، فهمتيني، تقرصوا باش تهضروا غير من تحت حيت الا بقات القضيه غادا غير بهكا ما يتقالش داكشي اللي خصو يتقال. تقول له واش كتحمل المسؤوليه في هذا القرار هذا ديال اصلاح المقاصه. النص اللي كان خص سي دريس يقولوا هو انهم اللي قررت الحكومه ديالهم يصلحوا المقاصه ويحرروا السوق ديال المحروقات، قالوا بان الثمن ديالنا غادي يتبع النزول والهبوط ديال البرميل على المستوى العالمي.
هذا كان شرط توقيفي، كان شرط جوهري ما تنفذش. وكان صمت للحكومه السابقه اللي كان فيها السي إدريس. وهذا الصمت تيزيد يكمل عليه مجلس المنافسه. مجلس المنافسه كلمه جوج، انا ما عنديش اختصاص، راجع للور. هذاك مجلس المنافسه ولا ذاك الهيئه ديال مناهضه الرشوه، ما عرفتش كيديروا كاع فلوس اللي كتصرف، ما عرفتش والله، ما عرفتش على شي تيتخلصوا اللي مازال محروقات القيامه نايضه، ومجلس المنافسه يقول لك ما عنديش اختصاص. كان يمشي يشمشم بعينين مغمضين في النصوص القانونيه ديالو غير خليني يدخل. الادخار قهرنا. علاش هذا الغلاء وصلنا له؟ راه بالادخار، راه بالاحتكار اللي هي جريمه كيعاقب عليها القانون، واللي كيعطي الحق النصوص القانونيه لمجلس المنافسه باش يتدخل ويحرك الدعوه العموميه ويسحلها على وكيل الملك ويقول لك انا ما عنديش اختصاص. اذا هنا نعين السي إدريس يقول لي علاش في ذاك الوقت ما وقفوش يقولوا لهم خصنا يشتغلوا. كتعرفوا بان عندنا حنا تحرير الاسواق كلها، ياك؟ معنا الان اثمنه عندنا حره، عندنا المحروقات نفس الثمن والسوق حر. فين الحريه؟ وهما كيتفقوا. شركه التامين سوق حر وهما كلهم بحال الاثمنه بحال البنوك سوق حر وكل شيء نفس ما مشيتي كلوناج. لا واش هاد السياسه ديال واش حنا عندنا؟ قال الحسن الثاني الله يرحمه، on a dépassé un peu le degré tolérable et légitime de la schizophrénie. On est démesurément schizophrène. تعدينا الخياس ديال الحماق. ما يمكنش. واش il faut être aveugle pour ne pas voir. هادشي اللي كاين اللي مجلس المنافسه جالس ما كيدير حتى شي حاجه، وهادشي كله واقع. ما يمكنش. قلتي لي اخر زواج السلطه والمال، هذا هو لو طابو اللي ما كيهضر عليه حد. كاين شي واحد يهضر على صاحب الملك؟ لا، كنهضر على الساحه العموميه. خص في التلفازات تقال، خص في الاذاعات تقالوا، خص الندوات الوطنيه والمناظرات الوطنيه تقال، حيت هذا هو الفساد. هو هذا ما يمكنش. حاله التنافي ما بين السلطه وما بين المال ما يمكنش. ولكن حيت كاين بزاف اللي معنيين داكشي باش كلشي ساكت. راه داكشي باش نقول لكم راه ما يمكنناش. السكيزوفريني ديالنا راه شويه خصنا نخرجوا من. وانا نقول لكم ما تواخذونيش، راه السياسه ما عنديش معها. انا في رايي يمكن اول اجراء او تدبير استعجالي اللي تخصو يتخذ هو تعديل حكومي. اول حاجه، لان قال لك كوم ديز لي فرونسي il ne faut pas tuer le poisson mais il faut assécher le marais. on ne peut pas s'amuser à tuer un poisson. سمحوا لي خرجوا لي شي حاجه، كناخذ الاذن عاد كنهضر بالفرنسيه. مع الفرنسيه ما عندي واحد العقده ديال الاستعمار، ما بغيتش كاع نهضر بالفرنسيه، ولكن بعض الاحيان كتلقى راسنا الاستعمار دخلنا في الدم ديالنا، يعني كيخرج داك الشيء بلا. يعني لازم واحد التعديل حكومي. Parce qu'il faut peut-être attaquer une approche psychologique qui est urgente pour avoir la paix sociale. Parce que أنا الشيء اللي وقع في المغرب تيخلعني علاش؟ حيت إلا ما قامتش المعارضة بالدور ديالها، المعارضة المؤسساتية المؤطرة، الشارع غيدير المعارضة. وتخيلوا معايا 45 ولا 50% أميين غيديروا معارضة. كي غتكون المعارضة في الشوارع؟ يعني سي لو كاو. غادي نعيشوا لو كاو، ما عندناش القوه باش نهزوا راسنا من بعد هذه الجائحه اللي عشنا. راه كلشي راه داكشي اللي كان غليظ كله تكل، ما عندناش. قال له هذاك المثال الشعبي اللي المغربي ديالنا، قال له كحز، قال له ظهر الحمار قصير. ما عنديش فين نكحز. هادو باش تعرفوها جوج راكبين على حمار بجوج، لا واحد لا قدام ولا اخر اللور. وهذاك اللي اللور تيقول لاخر كحز، يقول له ظهر الحمار قصير، فين نكحز؟ كحز غادي نطيح، ما عنديش فين نكحز. راه هكا الثروات ديالنا استنزفت، ما بقى لناش فين. Il y a plus de Grèce où on peut puiser pour pouvoir gérer des situations de crise. ما كاينش. إذن خص المعارضة خصها تكون شرسة، ويحسوا المواطنين بأنهم تيقوموا بالدور ديالهم، باش يمكن لهم الشعب يمكن له يرجع للور ويخلي المعارضة دير خدمتها. حيت إلا دارت الأمور بطريقة يعني فيها الترشيد، فيها العقلانة، فيها المسؤولية، فيها الحزم، فيها الرصانة،
غتكون ايضا الفعاليه وغادي نوصلوا لنتائج وغنجتازوا هذه الازمه، لان هذا الهاجس ديالنا كلنا هو السلم الاجتماعي. خاص المغرب ديالنا كيف الناس كيشوفوه فينا. انا تيبقى فيا الحال ملي كنلقى راسي كنهضر وكنتقد الحكومه، وكيجيو بعض الجيران سامحهم الله ويستغلوا ذاك الكلام ويقول لك هالمراركه كيموتوا بالجوع. لا، حنا عندنا مطيشه ب 10 درهم ولكن ما كنموتوش بالجوع. غتمشي للسوق تلقى عامره لك مطيشه. ما عندناش الجوع، اللي عندنا سوء التدبير. ما عندناش الجوع، عندنا الخير في البلاد. حتى نموتوا، حتى تموت هذه البلاد كلها ويبقى عندنا الخير، لان عندنا هذا ديال طبيعه الارض ديالنا. اذا من بعد التحديد الحكومي، الدور الثاني هو الدور ديال المعارضه، وخص المعارضه تكون كيف قلت شرسه. والحاجه الثالثه كيخص كتدبير استعجالي ايضا نعطيو الاولويه للمواطن المغربي. حنا دابا اليوم كنديروا اتفاقيات دوليه. On est en train de faire la danse du ventre aux étrangers. On veut leur plaire. Mais on ne peut plus se permettre ce statut de vouloir plaire. حنا زوينين، ما بقيناش باغيين شي واحد نقولوا له حنا زوينين. حنا عرفنا راسنا زوينين، بلادنا بصح زوينه، وفرضنا راسنا في العالم. ما بقيتش انا جو ني بلو دو فيغ لا دونس دو فونتر. خمس نبقى نسطح انا الاوروبيين دول بؤساء. اذا خصني نفرض الوجود ديالي. وملي كنت ندير اتفاقيات ما نعطيهمش ذاك الامتيازات اللي كانوا كيتمتعوا بها هذه 50 و60 و70 عام. اليوم المواطن المغربي هو الاول عندي اولويه. ملي غندير اتفاقيه مع فرنسا ولا مع اسبانيا ولا مع الاتحاد الاوروبي ولا اي دوله من الدول، خصني نكون حاط بين عينيا مصلحه البلد والمواطن، ماشي ذاك المصلحه المزيفه ديال هادشي راه كنديروا حنا من اجل البلاد. ولكن مصلحه البلاد فوقاش دابا 60 70 عام. انا اليوم بغيت السلم الاجتماعي، بغيت بلادي تكون المواطن يكون شبعان ومرتاح. هذا الشيء دابا راه غير مؤقت، مطيشه بطاطا، راه غادي نعالجوا المشكل مطيشه وبطاطا. ولكن مازال عندنا المشاكل القائمه اللي هي ديال السكن، اللي هي ديال التعليم، اللي هي ديال الصحه، اللي هي ديال العدل. انا راه ما عمري شفت في حياتي كيف عمري ما شفت في حياتي. انا كنحترم الحكومه وراه قلتها لهم، قلت لهم انا كنحبكم، واخا المغاربه داروا فيا قالوا انت كتحبهم، حنا ما كنحبوهمش. والله الا قالوا هذه. انا كنحترمهم حيت هما مؤسسه، وانا رجل قانون، وكنحترم المؤسسات ديال البلاد، وكنطلب من المواطنين ما يسبوهمش، ما يقلوش عليهم الادب. انا كنتسائل علاش المسؤول كيسمح لنفسه واش ما عندهمش النفس. قولوا لي انتم اللي سياسيين وكنتم في مناصب المسؤوليه، كيفاش تقبلوا المواطن يقول لك انت فاسد؟ الشفار الفاسد كلهم شفاره كلهم. علاش ما ندعيش؟ علاش ما نديرش المعاينه ونثبت عليه السب والقذف والاهانه اللي كيدير لي وندعيه باش نربيه؟ علاش نقبلوا على راسنا حنا كمسؤولين نتسبوا؟ علاش؟ شوفوا المواقع الاجتماعيه كلها ولا شي واحد تيقول كلمه ايجابيه في حق الحكومه. كيفاش الحكومه كتقبل على راسها بحال هذا الشيء هذا؟ ما يمكنش نستمروا بشي امور بحال هكا. وكاين واحد القنبله اللي هي جايه. غير الا سمحتوا الله يخليكم، شي دعوه ولا شي حاجه راه نقدر انا نتكلف بها، ما كاين مشكل مع الدكتور جمال. هي واحد الحلم اللي شفناه كيتحقق طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى والتوجيهات ديال صاحب الجلاله. بعدا ملي كنقول التوجيهات ديال صاحب الجلاله ماشي حيت الاذاعه شاعله ولا راني في حزب، انا ملكي كنحماق على الملك ديالي. وهذه المساله ما اختاريتهاش ولا مقتنع بها، كنحبو هكاك. لقيت راسي هكاك، يعني تربيت عليها. با دخل في هذا الشيء هذا، با دخل في هذا الشيء. اذا حنا ماشي جمهوريه رئيس كنتخبوا ونبقاو ننتقدوا فيه، هذاك راه الملك. اذا ما ذاك المزايدات ديال الملك وداك الشيء حيدوها. الملك ما كنهضروش عليه. مي القنبله شنو هي؟ هو المشروع الملكي ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه. واش تعرف بان هذا حلم؟ واش كتعرف بان هذا الحلم غادي نعيشوه غير واحد الشهور وغادي نفيقوا، غادي نلقاو راسنا قدام واحد القنبله. انا نبعت هذا الحلم هذا، عرفتي شحال بعت فيه للمواطنين، والمواطنين كيسمعوا لي كيثيقوا بيا، وانا صادق وانا كنتكلم معاهم. كنقول لهم هذا الحلم الا مشى تتحقق ولا مولناه ونجحنا في التمويل ديالو، راه حنا ميريكان ما توصلناش. ميريكان
غتغير منا الا شحنا في هذا المشروع هذا، والله ما عندها. اللي يمكن نحسدوه على هذا المشروع هو فرنسا، ولكن امريكا ما عندهاش. هو التمويل ديال التعميم الحمايه الاجتماعيه. واش عارفين شنو واقع؟ الحكومه جمعت بعضياتها، جمعت مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واجتمعوا طبعا اجتماعات ماراثونيه، كاين اشتغلوا وقرروا باش يقولوا هذوك الناس اللي عندهم بطاقه الرميد. اسمح لي الا خرجت الله يكثر خيرك من غير ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. الله يجازيك بخير. احنا عندنا الوقت الكافي لمناقشه هذا الموضوع. الله يكثر خيرك. اللي كانت عنده بطاقه الرميد وساريه المفعول غادي يدوز مباشره يستافد من الخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبدون اداء الاشتراك، بالمجان. مزيان. ولكن الاخرين قرروا هما بناء على معايير عندهم، كاين معايير اللي هي جديه وكاين معايير اللي هي وهميه، انهم كل واحد يديروه في واحد الفئه. هذا ردوه فلاح، هذا ردوه صنايعي، هذا ردوه مهنه حره، والسيد كيموت بالجوع، ما خدام حتى حاجه، ما خدام والو. انا كنخدم، اعوذ بالله من قولة انا، هذيك الاذاعه هذه 13 عام وانا كندير برنامج لا في التلفازه ولا في الاذاعه. عندي ميزان الحراره ديال المجتمع المغربي، كيعيطوا لي من ورزازات ومن القويره ومن الداخله ومن طنجه، كنحس وكنسمع. تيعيط لك تيقول لك انا غادي نخلص 154 درهم، ما عنديش ما ناكل. قال لك اسيدي خصني نخلص 154 درهم في الشهر، وما عندوش باش يخلص. مي دون لا بودجيتيزاسيون في الميزانيه، هذا المشروع مبني على هذا الشيء. ولكن ملي غادي نجي للحقيقه غنلقى لو بيي دارجيل sur lequel on a battu un statut ولا une statue ديال مونستر اللي هو هذا الحلم اللي كنحلموا به. فلهذا يمكن اول خطره كنهضر في هذا المشروع هذا، في هذا الموضوع، وهذه القنبله اللي كتنتظرنا، واللي تيخص ايضا المعارضه حتى هي دير الدور ديالها وتثير الانتباه ديالها للمسؤولين هذا الموضوع.